السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة النهاردة أقول لكم على حاجة. أنا مش عارفة بخاطب فيها مين، بس أنا بقول لبني آدم زينا هو اللي بيعمل العيش ده يرضي ربنا؟ ده يرضي ضميرك؟ شوفوا رغيف العيش اللي احنا بناكله. احنا مش هنلوم على الحكومة ولا على الوزير ولا على أي حد، احنا بنلوم على الفران اللي بيعمل العيش، بيعمل العيش وبيخبزه. ده منظر عيش؟ ده منظر رغيف عيش يرضي ربنا؟ يعني ده منظر رغيف عيش بني ادمين تاكله؟ ده عيش مفهوش وش من ظهر، مفهوش اي حاجه. مفروض ده رغيف ابيض اللي هو الكبير اللبناني. شايفين منظر العيش عامل ازاي؟ ده منظر عيش مفهوش وش من ظهر. هل ضميرك مرتاح دلوقتي؟ ضميرك مرتاح وانت مطلع رغيف عيش بالمنظر مين البني ادمين اللي هتعيش عايشه وبتاكل الرغيف ده؟ يعني انا مش عارفه الناس فيه ايه اللي حصل، الضمير راح فين؟ لو ما كنتش انت خايف من ربنا مش هتخاف من الحكومة ولا هتخاف من التموين، لكن راعي ضميرك في شغلك. حرام عليكم رغيف العيش اللي احنا بناكله ده منظر رغيف عيش يا ناس؟ بالله عليكم ده منظر رغيف عيش؟ ده انا مش عارفة اصوره كويس كمان يعني ده رغيف عيش مش عارفة هو ايه؟ حد يقولي ده ايه؟ مين بني ادم ياكل رغيف بالمنظر ده؟ حرام ولا حلال ده؟ هل ترضى على بيتك وولادك ياكلوا بالمنظر فين ضميرك؟ فين ضميرك؟ ضميرك فين وانت بتخبز العيش وبتطلعه بالمنظر ولو انتوا بس عايزين رقابة من الحكومة ومن التموين، طب راقب نفسك، راقب ضميرك، خاف من ربنا، راعي ربنا في شغلك. بجد والله العظيم حرام. انا من ساعة ما شفت العيش جاي بالمنظر انا مش عارفة فيه ايه اللي بيحصل بالظبط. الدنيا اتغيرت قوي، ربنا يسترها علينا في الايام اللي جايه.